نقطة مهمة جدا. بعض مثلا الشباب عشان يظن أنا عايز أحفظ القرآن فبدي أقعد بقى في صومعة في أطراف المدينة، ايوه. أو أقعد في المسجد وما أنتش أخرج منه، أو لا أقعد لا في خالص. الأوضة وماسك المصحف لا 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 وخلاص. لا, لا. فأنت كنت بتشتغل؟ طبعا انا اشتغلت في مجال الموبايلات وكده، كنت بشتغل في المجال ده موظف في محل يعني، وبعد تمام. كده فتحت محل، وبحكم شغلي والمجال ده بتعرف على كل الناس مم. واتعرض لمواقف فوق ما تتخيل يعني. مم. مثلا كنت في مم. من ضمن شغلي ان انا بالنت، اول ما بلاقي مم. النت ده يدخل وكده، كنت مم. عندي شغل ان انا بوصل للناس في البيوت والكلام ده والشبكات النت والكلام ده. مم. كنت حريص على ان الموضوع يبقى يعني مم. فيما يرضي الله. مم. فطبعا اتعرضت لمواقف كتيرة جدا. يعني مم. المفروض ان الواحد لو فعلا لما كانش ربنا بيحفظني لو ما بالقرآن، كانش في قرآن لو كان ما كانش في زمانك القرآن كان زماني رحت في سكة تاني. يعني انتكست انتكاسة كبيرة جدا يبقى احنا دلوقتي بنقول للشباب القرآن هيحفظك، جدا. القرآن هيخليك ومع تثبت. العلم انت ممكن تصاحب اي حد اه وتعرف اي حد اه مهما كان انتماءاته ومهما اه كان توجهاته ومهما مم. كان اخلاقه ومهما مم. كانت تربيته. مم. حتى لو مش معاك في نفس مجالك ولا مم. بيحفظ ولا حتى بيعرف يصلي، مم. بس انت بشخصيتك وبالرسالة اللي انت بتوصلها، حتى لو مش ممكن بتوصلها مباشر، ممكن تأثر عليه. ممكن تأثر عليه. ولو ما أثرتش عليه ما هتتأثرش بيه. مم. يعني انت هو حتى لو ما تأثرش بيك وما مشاش في سكتك، مم. انت بفضل الله القرآن هيحفظك انك ما مم. تمشيش في نفس مجاله. جميل. على العلم انت ممكن الظروف جمعتك بيه او شغل. شغل جمعك بيه او مم. ايا كان. فعلا بفضل ربنا القرآن حفظني من مواقف كتير جدا جدا جدا، ولا زال بفضل الله يعني. جميل. يعني احنا ممكن نقول ممكن الإنسان بيدرس بيشتغل وفي نفس الوقت يحفظ القرآن عادي. جدا. طيب في نقطة كده مثلا، واحد كده سمع الشيخ طلعت قال أنا هتشجع وأحفظ القرآن، إن شاء الله بدأ بقى راح كده للشيخ مثلا محمد مسعد أو